هل الشباب بتاع دلوقتي زي الشباب بتاع زمان؟ تعالى بقى اقول لك، الشباب بتاع دلوقتي لا يستحمل العيشه، ولا يعرف يجوز نفسه بسهوله، ولا يقدر ما يستخدمش الانترنت، ولا يقدر يعيش من غير رفاهيه، ولا يقدر ما يطلعش مصيف. الشباب بقى بتاع زمان كان يقدر يعيش من غير مصيف، كان يقدر ياكل حته جبنه وعيش، كان يقدر ان هو ما يستخدمش النت، كان يقدر ان هو ما يستخدمش تليفون. ده كله بيأثر على الحاله الاقتصاديه لينا كلنا. يعني احنا دلوقتي لو جينا نشرح ونقول كل بيت فيه كام تليفون، هتلاقي اقل بيت في 5-6 تليفونات. تلاقي الشاب النهارده لسه مش لاقي ياكل وعايز يشيل ايفون. وايفون ايه؟ لا، لازم اشيل ايفون 17 الجديد. طب انت هتشيل ايفون ليه؟ انت مثلا محتاجه في استخداماتك اليوميه؟ بس محتاجه ليه؟ عشان اتصور، اجيب كده السيلفي كده واقف اتصور مع اصحابي. ده اللي احنا عايشين فيه. اهل دلوقتي يقدروا يصرفوا على الكلام ده لما تكون انت معلش لسه عيل وما بتنتجش، يعني لسه عيل ما انتجتش وما طلعتش حاجه من اللي عندك، وبتتكلم بالطريقه دي ودايما تقول ايه؟ تقول مثلا لابوك لا اصل صاحبي شايل ايفون، اصل مش عارف مين الكلام ده يا جماعه خلينا بالعقل. ابوك بيشتغل ايه عشان يجيب لك ايه؟ اللي ابوه قادر بقى يجيب له ده حاجه ثانيه. انما احنا بنتكلم طبقه المتوسطه او الطبقه، يعني مش عايزين نقول كلمه الفقيره لان مفيش حد فقير. طول ما انت بصحتك انت مش فقير. ان شاء الله تقدر تجيب اللي انت عايزه، بس اشتغل اجتهد. انا دلوقتي شايف ان الشباب اصلا في شباب كتير جدا، مش عايز اقول كل الشباب لان انا بشوف برضو شباب حلوه. كل الشباب دلوقتي ما بقاش حد بيشتغل على نفسه دلوقتي. يعني حتى اصحاب الاعمال يقول لك ايه، احنا دلوقتي بننزل مثلا اعلان عن الشغل، كل واحد يقول لك ايه المرتب كام، طب ايه التفاصيل، وقاعد في بيته حتى مش عايز ينزل ويشوف ايه المطلوب منه. هو بيعرف يعمل ايه؟ ما هو انا رايح اقدم في شغل. طب انا دلوقتي لما اجي اقدم في شغل واجي اقعد كده قدام مدير او اقعد قدام حد بيعمل معايا مقابله، طب المدير ده مش هيسالني شويه اسئله؟ تفاصيل ايه بقى اللي اقولها لك في التليفون؟ يعني انا لازم اشوفك، اشوف اسلوبك، اعرف انت ايه اشتغلت على نفسك في ايه، دماغك دي فيها ايه، عشان اقيمك يعني على قد مجهودك اللي هتقدر تديهولي. انما انت دلوقتي قاعد في البيت كل همك انا هصرف كام مواصلات رايح جاي، لان انت بني ادم فاشل. اللي بيعمل كده ده بني ادم فاشل. انزل، ما تقعدش من غير شغل، انزل ودور على شغل. وجودك في الشغل بيفتح لك ابواب كتير. انزل وشوف شغلك، اتكلم مع مديرك، اعرف ايه التفاصيل بنفسك، مش التفاصيل اللي انت تحسبها. انا ممكن ادخل شغلانه واكون قبض فيها قليل جدا بس اثبت فيها نفسي، ولما اثبت فيها نفسي انا عارف نفسي وابقى عارف ايه اللي انا اقدر اعمله واعمله فعلا على ارض الواقع. هو ده النجاح. اشتغل على نفسك، تعلم حاجه جديده. انما الشباب بتوع دلوقتي، او يعني مش عايز اقول برضو الشباب كلهم، 50% من الشباب قاعدين في البيوت لا حول بهم ولا قوه، ما بيشتغلوش، ما بينتجوش، وفي نفس الوقت عايز طلبات قد كده، وفي نفس الوقت مش عاجبه اي مرتب. لا، انزل واشتغل باي مرتب. شغلك اصلا، وجودك في الشغل حتى لو انت بتصرف ده مواصلات بس، انت لسه صغير عشان تبدا حياتك، تشوف حياتك الناس الدنيا ماشيه ازاي، تختلط بالناس. انا بقول كده، مش بقول كده للشباب الصغيرين لان الشباب الصغيرين مش هيوصلوا بالكلام ده صح. كل واحد بيوصل له الكلام بتفكيره. انما انا بقول الكلام ده للاهل عشان يوعوا اولادهم على الكلام ده ويربوهم على كده، على ان انزل اشتغل وانزل انتج. حتى الام دورها ان هي تخلي ابنها يشتغل وتمرمطه عشان يتعلم، حتى لو هو عنده ورث، حتى لو هو معاه فلوس قد كده. المفروض ان الام تهتم، المفروض دي من اساس التربيه بتاعتها. فالمفروض على كل ام وكل اب ان هم يوعوا اولادهم للحاجات دي. اشتغل بمرتب قليل عادي، وانزل شغلك واشتغل وتعلم حاجه جديده، وبكره تتعلم حاجه جديده عشان تقدر تقف على رجليك. اللي جاي صعب يا حلاوه، والله اللي جاي صعب، اللي جاي مش سهل زي ما انت فاكر. التكنولوجيا بقت سابقانا بمراحل. اوعى تكون فاكر ان شويه التكنولوجيا اللي هي موجوده دلوقتي دي كده هي دي التكنولوجيا. لا، امريكا سابقانا في التكنولوجيا ب50 سنه. يعني هم بيدونا الحاجه اللي استخدمها النهارده، هم سابقنا ب50 سنه، حاجات احنا ما بنشوفهاش. الدول العظمى دي ليه اسمها دول عظمى؟ لان الدول دي سابقنا بمراحل. التكنولوجيا رقم واحد في اي حاجه. انت بقى انزل اشتغل على نفسك، اشتغل على نفسك في التكنولوجيا، اشتغل على نفسك في التسويق، انزل سوق حاجه، هات حاجه وبيعها، انزل اعمل مقابله في شركه، اشتغل، هات قرش من هنا، هات قرش من هنا. ما تعتمدش على ابوك الشقيان اللي هو اصلا مرتبه مش مكفيه هو شخصيا. يعني الموضوع ده يطول شرح. خلينا بقى حلقه تانية نتكلم في الكلام ده باستفاضه، عشان عندي كلام كتير عايز اقوله لكم. ودايما يعني في اي حلقه احنا دايما يعني حتى الكلمه اللي بنقولها في الاخر الله المستعان، لان ربنا يعيننا على اي حاجه احنا بنعملها. ربنا عارف احنا بنتعب قد ايه عشان نشتغل وعشان نحقق ذاتنا. والله المستعان، وتحيا مصر.